اللي تابع تصاريح لاعبي المنتخب اليمني امس بعد انتهاء المباراة مع المنتخب السعودي يعرف حجم الكوارث اللي جالسة تصير داخل الاتحاد اليمني لكرة القدم. لما المذيع سأل ناصر محمدو قال له في حال الفوز تستلموا مكافآت، قال له مكافآت ايش؟ احنا اصلا ما نستلم رواتب ولا نستلم حوافز ولا تجينا مكافآت، احنا كلنا انا وزملائي اللاعبين جايين نلعب من اجل الوطن فقط وماشي. الاتحاد اليمني لكرة القدم وين الدعم اللي جالس تتكلم عنه؟ كلفتنا بعثة المنتخب اليمني مدري كم دولار لو لم نقم بالتدخل. لا، وين الفلوس اللي تجيكم من الفيفا؟ وينها؟ ليش ما تطلعوا فيها تقارير وبيانات شفافة وواضحة قدام الناس؟ ايضا المدرب قيس محمد صالح سأله المذيع قال له كم ممكن يكافئوهم؟ قال والله حاول يتهرب زي اللي يقول يا اخي ما تجينا شيء. لما حشره قال له يجينا $1000، ممكن يجينا $1000 لو فزنا. $1000 يعني 3000 ريال، 3000 وكسور، 3000 اللي ما تخاف والله لاعبين ونجوم ومواهب، وكيف تبغوهم يأدوا أداء كويس ويفوزوا وانتم تتعاملوا معاهم معاملة عمال؟ شقة تعال خلص عملك والله يستر عليك، روح دور لك طلبة الله، اللي يشتغل بمحل خضار واللي يشتغل معاه بسطة سمك واللي يشتغل فوق مطر واللي لاجئ. اتحاد اليمني لكرة القدم خلاص ملينا، الناس تعبوا كفاية عبث لعشرات السنين وانتم جالسين تعبثوا بالرياضة اليمنية. خلاص اتركوا مناصبكم، جالسين متمسكين بالكراسي ولا انتم لا حققتوا منجز ولا تركتوا مناصبكم.